صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بضعتك المظلومة المحرومة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا حجة الله يا بقية الله يا صاحب الأمر. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. آل النبي نجوم في الورى زهر. محمد شمسهم والمرتضى قمر. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حكومة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي النموذج الأول في عالم الوجود. الله تبارك وتعالى منذ أن خلق آدم والأنبياء، كل مراحل الأنبياء لو تطلعون على التاريخ لوجدتم أن الأنبياء كانوا يعيشون المحنة والألم والقتل والتقتيل والإبادة والتشريد من نبي إلى نبي، سواء كانوا أنبياء أولي العزم أو غير أنبياء أولي العزم. كلها أيام كانت مشاكل مع أقوامهم، من قوم موسى إلى عيسى إلى صالح إلى زكريا اتهموه، يعني حتى السيدة مريم الطاهرة المطهرة اتهموها في شرفها. يعني التهمة ما كانت تهمة بسيطة وعادية، تهمة اللي اتهموا السيدة مريم في شرفها. حتى زكريا اتهموه في شرفه أيضا. يعني شوف احنا الآن أي واحد من عندنا، احنا ناس عاديين، إذا توجه إلينا أي تهمة لا نتحمل هذا الشيء، ما نتحمل كبر التهمة، فكيف إذا كان نبيا أو رسولا؟ فلا شك أن التهمة كبيرة عليه، ولكن لأنه من قبل الله، ولكن لأنه يحمل الرسالة، لأنه هو رسول الله، لذلك أنه يتحمل كل المصائب، كل التهم، كل الإشاعات. وتعرفون اليوم مجتمعاتنا حتى ذاك الوقت والآن موضوع الإشاعة والتهمة تنتشر. واحد يسمع خبر عن إنسان وغير متأكد أن فعلا هذا الإنسان ارتكب هذا الشيء أو ما ارتكب، وتشوف لضحالة المجتمع، لضعف الوعي عند الناس والثقافة، قضية لم يتأكدوا منها يتناقلوها بينهم، وسيما إذا كان مؤمنا أو مؤمنة ينال من شرفه ومن مكانته. نبي الله زكريا لأنه دعاهم إلى الله تبارك وتعالى ودعاهم إلى نبذ الأصنام، الأمر أدى أنهم ركضوا وراءه لكي يقتلونه. هرب منهم، ركضوا وراه، ركض إلى أن وصل إلى شجرة. بعد نبي عنده ولاية تكوينية، فطلب فاستغاث بالشجرة. الشجرة كانت كبيرة، انفتحت
دخل في داخل الشجرة وانغلقت عليه. اجى الشيطان سحب ثوبه، شوية من ثوب زكريا طلع من الشجرة، ولما اجوا الجماعة دلاهم قال هذا زكريا آوى إلى هذه الشجرة في داخل الشجرة وهذا الثوب. زين الآن شلون يوصلون إليه؟ شنو الطريقة؟ فعلمهم طريقة المنشار. شايفين هذا المنشار؟ المنشار منو علمهم؟ الشيطان، تمثل بصورة إنسان وعلمهم قضية قطع الشجرة. فذهبوا وعملوا منشارا، وضعوا المنشار على الشجرة. أول ما بدأوا يقطعون الشجرة وإذا بزكريا توجه إلى الله، قال إلهي أنا عبدك الوحيد، أنا حجتك، أنا حجتك في هذه الدنيا، راح يقطعون الشجرة. الله لم يجبه. بدأوا يقطعون الشجرة، وصلت المنشار بدأ يقترب منه، قال إلهي، الله لم يجيبه. المرة الثالثة المنشار وصل إلى صدره، إلى صدره وصل، لأنه هو بنص الشجرة ويقطعون الشجرة، وصل إلى صدره. قال إلهي، قال يا زكريا لو قلت لأسلبن النبوة منك، ولا كلمة. أنت المؤمن تجي عليك ابتلاءات، لازم تصبر، لازم تتحمل. نبي الله والوحيد الذي كان يقول كلمة لا إله إلا الله. الله قال لو قلت أسلب النبوة منك. جاءوا وقطعوه نصفين. نبي، هذا أمر الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي والرسول من قبل الله يجري عليه هذا الابتلاء، أنا وأنت إذا جرى علينا ابتلاء إيش فينا؟ ليش الإنسان يخرج من الطريق؟ لماذا الإنسان يتذمر؟ إلهي لماذا تنزل علي البلاء؟ بس علي تنزل أنا؟ دائما تنزل علي البلاء. بعض الأوقات الإنسان يتكلم بكلمات غير مدروسة وغير صحيحة في الحديث مع الله تبارك وتعالى، أو ذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام، أو قمر العشيرة عليه السلام، أو أمير المؤمنين سلام الله عليه، توصل بأهل البيت وعنده حاجة لم تقضى هذه الحاجة. عندك مريض رحت توسلت لم يشفى هذا المريض، تقول له بعد ما أزورك؟ هذه قلة أدب تجاه الإمام سلام الله عليه. هذا أمر الله. الإنسان إذا كانوا أنبياء الله يفترون عليهم ويتهموهم وينزلون عليهم البلاء والابتلاء، إذا كان نبي بهذا المكان فأنا وأنت لازم نتحمل، لازم نصبر، لازم نفوض أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. شوف الأنبياء شنو صار عليهم من ابتلاءات واختبارات ومحن مرت عليهم، ولكن بالنتيجة هذا كله ابتلاء. الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان وينظر إلى صبر الإنسان، وكم أن هذا الإنسان إذا عبرت من هذا الامتحان الصعب تزداد درجاتك. الإمام زين العابدين طفل مريض، والأصحاب يمه شافوا الإمام متغير لونه، شكل الإمام متغير، هاي ابن رسول الله ابن مريض، إلى أن جاء خبر لي أنه هذا الولد مات. فاستقر الإمام، كان مضطرب الإمام، استقر. قال له لابن رسول الله يوم اللي مريض شفناك مضطرب، الآن اللي مات استقريت؟ قال كنت أرجو الشفاعة إليه من الله، الآن مات وفوض أمري إلى الله، شو سوى بعد؟ انتهى الموضوع. الإمام المهدي سلام الله عليه اختياره في دولة العدل الإلهي، الله تبارك وتعالى كل ما نزل على الأنبياء من المحن والابتلاء والمصائب والمحن جاءت على الأئمة. بعد أنت شوف واقعة الطف جرت على الإمام الحسين مصائب ومحن، تاريخ الأنبياء والأوصياء لم تجري على إنسان. كل ذلك بعين الله. لما سألها اللعين يزيد السيدة زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك، شنو جاوبته؟ ما رأيت إلا جميلا. شوف العبارة، سلام الله عليك مولاتي. شنو هذا الصبر؟ شنو هذا الذوبان في الله تبارك وتعالى؟ أي عبودية لك مولاتي يا زينب؟ ما رأيت إلا جميلا
نظرت سيدتي إلى رأس أخيك على الرمح. كل هذه المصائب والمحن سيدتي ما رأيت إلا جميلة. أي مصيبة، أي بلاء، أي ابتلاء، ولكن هذه درجات الإيمان. الله ينزل عليك بلاء وابتلاء، ولكن لما تصبر وتتحمل وتسلم أمرك إلى الله، الله يزيد في مكانك. يدخل عليها سيد الشهداء أخي زينب: عليكم بلبس الأزر والمقانع، وهم لابسين، ولكن زيادة في ذلك. أخي أبا عبد الله لماذا؟ ليش خويا؟ مو احنا موجودين وانت موجود؟ قال: كأني أراكم عن قريب غير بعيد، كالإماء والبعيد. كالإماء والعبيد، هذا أمر هين؟ زينب بنت أمير المؤمنين، عقيلة بني هاشم، على مكانتها درجتها، أي ابتلاء، ولكنها صبرت سلام الله عليها. فإذا كانوا أهل البيت يصبرون، أنا وياك لازم نصبر أيضا، لازم ما نفلت، لازم ما نقول كلمة هذه الكلمة تنزل من مكان الإنسان، مقام الإنسان ومكانة الإنسان ينزل لما يقول هذه الكلمات. فتلاحظ رسول الله يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. شنو؟ بماذا أوذي النبي؟ يعني تصور بس هي قضية حجارة، ضربوه بالحجارة، أدموه من رأسه إلى قدمه، رسول الله اتهموه بمختلف التهم، بس لا، لما ينظر إلى أمير المؤمنين كيف يجرون علي بن أبي طالب إلى المسجد، هذا حجة الله، هذا أسد الله وأسد رسوله، هذا مولى الموحدين إمام المتقين، ولكن أمير المؤمنين يسلم الأمر إلى الله تسليم. علي بن أبي طالب ما يتمكن يجر سيفه، كان يقدر يجر سيفه يقطعهم إربا، ولكن هذا أمر من الله وتسليم من الإمام أمير المؤمنين. ما يجري على ابنته فاطمة، ألا يعلم رسول الله؟ عندنا روايات متعددة تقول أن رسول الله أخبرهم وأخبر المسلمين كرارا بما يجري على عترته من الظلم والتنكيل بهم. ما يجري على الإمام الحسن ما يدري، ما يجري على الإمام الحسين، على أهل البيت من إمام إلى إمام. موسى بن جعفر هو مصيبة كبيرة وعظيمة. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود. الإمام موسى بن جعفر 18 سنة من طامورة إلى طامورة. تدري يعني شنو الطامورة؟ الطامورة يعني السجن تحت الأرض لا يظهر الليل من النهار. هذا أمر هين تصورون بالنسبة للإمام موسى بن جعفر. فإذا رسول الله لما يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، نعم أوذي في عترته سلام الله عليه، والأنبياء أيضا تعرضوا إلى كثير من هذا الأذى. نبي الله موسى التفاتة جميلة جدا، الله سبحانه وتعالى ما جعل من كل الأنبياء إلا كليم واحد، من هو؟ نبي الله موسى. ليش؟ يوم الأيام سألت ليش نبي الله يسمى بكليم الله؟ في الروايات أن موسى بن عمران كان طيب القلب. هذا مو معنى بقية الأنبياء ما عندهم طيبة قلب، لا، كان يتميز بطيبة قلب كبيرة جدا، حتى أن الله تبارك وتعالى جعل موسى بن عمران كليما له. فموسى بن عمران بالنتيجة حكم على بني إسرائيل، بس حكومة العدل الإلهي لم تكن. الإمام علي عليه السلام حكم 4 سنوات و8 أشهر، ولكن حكومة العدل الإلهي لم تتحقق حتى في عهد رسول الله. رسول الله كان مشغول بالحروب، 13 سنة كان رسول الله في مكة و10 سنوات في المدينة، كلها حروب. ولكن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لما نقول حكومة العدل الإلهي يعني أن الله منذ أن خلق آدم إلى عصر الإمام المهدي لم تتحقق حكومة رب العالمين وحكومة العدل الإلهي إلا في عهد صاحب الزمان. الإمام المهدي هو الذي
هو الذي يحكم بالعدل بالعدالة والإنسانية، ويعطي لكل إنسان حقه. بعد ما عندنا فقر بين الناس، ما عندنا مرض بين الناس. حتى الأحكام الشرعية الآن مو بعض العلماء يقول احتياطا، احتياط وجوبي. بعد صاحب الزمن لما يجي كل الرسائل العملية هذه تعطل، كل الأحكام الشرعية، كل الرسائل العملية لكل العلماء تتوقف وينتهي دورها. يأتي دور الإمام المهدي والحكم القطعي واليقين الصادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حقيقة أن الناس بعد ما يتحيرون، بعد ما عندنا احتياطات، ما عندنا أنه لازم واحد ينتظر ويشوف إيه ولا لا. يجي حكم واحد من الإمام المهدي، حكم قاطع، وينتهي الأمر والناس يرتاحون حتى في قضية الأحكام الشرعية. نبي الله موسى أيضا في مواجهة قومه تحمل. هذا قارون في الروايات كان ابن خالة موسى بن عمران، ابن خالته. اجى يوم من الأيام قال كان إنسان فقير، شايفين أكو ناس بصلاة الجماعة موجودين، ظهر موجود والمغرب موجود، دائما موجود. ليش؟ فقير الله، فدائما الشوف موجود يم الله، مسجد، دعاء وزيارة. هذا مو معناه أنه بعض الناس اللي عندها ما تروح، ولكن عموما جماعة الله هم عموما الفقراء اللي ما عنده على قد نفسه تشوفه موجود بالمجالس، موجود بالحسينيات، موجود بالمساجد. هذا قارون كان إنسان فقير ودائما كان مع موسى بن عمران. يوم من الأيام جاء عند موسى قال يا موسى أطلب من الله أن يجعلني ثريا، أصير غني. موسى طلب من الله تبارك وتعالى أن هذا قارون يقول اجعلني غنيا. قال الله سبحانه وتعالى خاطب موسى الأمر ليس بصالحه، خليه فقير أحسن له. هذا إذا صار غني صار مشكلة. بعد الناس يمشون من عنده ما يسلمون، ما يسلم عليهم، يدقون عليه قضاء حاجة ما يقضي حاجتهم، بعد ما يساعد الناس، بعد ما يسأل الناس، بعد ما يتفقد الفقراء. خلص كبر راسه هذا، قال له خلص خليه على فقرة أحسن له. بعد فترة هم سأل الله مرة ثانية قال له يا موسى الأمر ليس بصالح، مو بصالح، خليه يبقى على فقرة أفضل له. المرة الثالثة أيضا اجى قارون قال يا موسى قل لله أن يجعلني غنيا. موسى طلب من الله، الله استجاب له. هو كان عنده غنمات، كان عنده كم وحدة الغنمات، الله تبارك وتعالى بارك فيهن، صار 4 و5 و10 و20 و30، زاد عددهم. كان مكانهم وين؟ بالمدينة. بعد ما صار مكان لهم بالمدينة، وين؟ طلعهم خارج المدينة. قبل كان بالمدينة، يوميا يجي للصلاة، يوميا يجي إلى موسى. لما طلع برا بعد ما يلحق يجي، كان بالسبوع يجي مثلا 5 أيام، بعدين صار بالسبوع 4 أيام، بعدين بالسبوع 3 أيام، بعدين بالسبوع يومين، بعدين يوم، وهذا اليوم أيضا انقطع عنه. قطع عنه. شايفين بعض الناس يقول له شو ما تجي للمسجد؟ يقول والله عندي التزامات. يعني هذا الله تقول له عندي التزامات؟ يا ليش ما تجي للمجلس؟ عندي التزامات وشغل. هالساعة الوحدة ما تقدر تجي للمسجد، ما تقدر تجي للمجلس، عندك التزامات، عندك شغل. باكر همات اليوم تروح للعباس تقول له عندي حاجة، يقول لك عندي التزامات، ما عندي وقت لك، يلا روح. باكر تجي الله تقول له إلهي، يقول له وين كنت قبل أنت؟ يوم اللي كنت في رخاء ما اجيت إلي، الآن وقعت في شدة تتوجه إلى الله، وين كنت قبل أنت؟ عندك شغل، أنا ما مشغول عندك، الآن مشغول عنك. فالإنسان لازم ليس في الشدة يتوجه إلى الله. لذلك الإنسان اللي ما يتوجه إلا في الشدة يقول يا الله، الملائكة واحد يخاطب الآخر يقول هذا الصوت احنا ما سامعين من قبل، وين كان هذا الصوت؟ يوم اللي صار عنده الشدة وصارت مشكلة قال يا الله. يوم اللي ما عنده مشكلة ماكو يا الله، ماكو صلاة جماعة، ما يشترك بالمجالس وبالحسينيات، ما يساهم، ما يساعد، ما يقف مع الفقراء، ما يقف مع المحرومين. طلع خارج المدينة قارون، بعد وجوده مع موسى صار قليل. الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء، بارك في أمواله كثرت.
صار عنده أموال كثيرة جدا. فذهب إليه موسى قال له ها ما تجي ما تبين، قبل يومين موجود عندنا. قال إيه والله مشغول، عندي التزامات مثل جماعتنا، عندي التزامات وعندي شغل وما لحق، وإن شاء الله حاول بكرة وبعد بكرة هم ما يجي. قال له زين تعال، أكو حق لله في أموالك. قال في أموالي؟ قال أي نعم، حق الله. أنت هذا مالك، الأموال اللي عندك عطاء من الله، الله جعل حق في أموالك. قال له كم؟ قال له هذا المقدار. قال له هذا المقدار كثير. نبي الله موسى أعطاه مقدار آخر وآخر وآخر إلى أن قال لا إشكال، أنا أدفع هذا المقدار. وبعدين ما دفع يريد يتخلص من موسى. هذا كان فقير، واحد ما عنده فلسين بجيبه وما عنده عشاء يتعشى. بركات موسى ودعاء رب العالمين الله من عليه بالفضل، هذا بني آدم طغيان جبروت تعدي على الله تبارك، أن أنكر النعمة الإلهية. لذلك ذهب إلى امرأة أعطاها مالا، قال اذهبي أمام كل أصحاب موسى قولي إني ارتكبت الفاحشة مع موسى. شوف هذا الإنسان، شوف طغيان، شوف هذا المال ماذا يعمل بالإنسان، شو يسوي بالإنسان. وين هذا الإيمان؟ وين التقوى؟ وين المسبحة؟ استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وين الزيارات المتكررة؟ وين الأدعية؟ وين المجالس؟ وين يا الله؟ وين الخدمة؟ وين هذه الأيام اللي كنت إنسان معطر على قدك الآن صار وضعك زين؟ تعطي لامرأة مال تنتقم من نبي الله لأنه طالبك تعطي حق الله. وماذا؟ أني ارتكبت الفاحشة مع نبي الله حتى يسقط اجتماعيا. الهدف أنه يسقط موسى بن عمران، يسقط من المجتمع. فإجت هذه المرأة السيئة. حتى تعرفون ديروا بالكم، كل إنسان يقول أي كلمة في حق الآخرين لا تصدقون. لا تقول فلان وفلتان، لا تقول أنا قرأت فلان موقع يتكلمون على هذا الإنسان وذاك الإنسان، لا تصدقون كلام الآخرين. بين الحق والباطل كم؟ 4 أصابع. انتبه، لا تخلي الإشاعات والدعايات تمزقنا، تمزق مجتمعنا، تمزق شبابنا. لازم الأخلاقيات تحكم حياتنا، قيم مبادئ أهل البيت. مو أنه أنا موالي لآل محمد عليهم السلام وأنا إنسان شيعي بس بالكلام، لا، وإنما بالعمل بالسلوك. من الوسائل اللي تدمر الإنسان المؤمن هي الإشاعة والدعاية، وأن الإنسان ينشر كلام ما متأكد من عنده. وصلت لك رسالة على الواتساب، أخذ الرسالة إعادة توجيه، زي غير تتأكد الرسالة شنو مكتوب في هذه الرسالة، غير تعرف أنه هذا الإنسان المؤمن يتهم. في ناس يمكن مستفيدين من هذا الشيء. ايش كثر لازم ندير بالنا على حرمة الإنسان المؤمن. المؤمن عنده حرمة، لازم نحافظ على حرمة المؤمنين. فلما سمع ذلك موسى أمام الأصحاب قال أنا ارتكبت الفاحشة معك أنت. فلما تكلم عليها وضغط عليها قالت يا نبي الله أنا أعتذر، أنا لم أقل ذلك. من قال لك ذلك؟ قالت قارون اعطاني فلوس وقال اتهمك بهذه التهمة. طلب قارون لما اجى تدري هذا فلوس عنده، يوم اللي فقير خو ما عنده أحد من يوقف وياه، ما حد ما يوقف وياه، ما حد ما يقف مع الإنسان الفقير. ولكن يوم اللي صار عنده فلوس وصار مربوط بحزب وجماعة وعنده انتماء، جمع الحبربش هذول الحاشية، هالشلة هذه، ذول أهل المصالح اللي يصفقوا له وياه، صار مجموعة وياه، صار عنده جماعة 40 50 60 واحد. لما موسى بن عمران عليه السلام طلب قارون جاء مع جماعته. الجماعة شافوا لا هاي القضية بيها عصا قوية، فتركوا عفوا احنا وياك بمقدار
فليساتك موجودة، يوم اللي ماكو فليساتك خلاص ما لنا علاقة بيك. مجموعة تركوا، جماعة بقوا وياه. هسه اللي بقوا وياه كم؟ 10 رواية تقول 20 واحد، رواية تقول 4 أشخاص بقوا، وكلهم تركوا وراحوا. توجه نبي الله موسى قال يا قارون لا تدفع حق الله وتأتي بهذه المرأة حتى تتهمني بهذه التهمة الباطلة. سكت قارون. الله توجه إلى نبي الله موسى قال يا موسى جعلت الأرض بين يديك طوعا لك، هذه الأرض تمتثل أمرك، اعمل اللي تريده. فأمر الأرض ابتلعت قارون إلى قدمه قال ابتلعي هارون إلى قدمه، سحبة الأرض لا قدمه، وهو ينادي يا موسى أنا أخطأت، يا موسى سامحني، يا موسى أعف عني. موسى كان غضبان غضب شديد على هذه التهمة، على ابتعاده من الله، وشلون كان هذا فقير وأنا دعيت له والله سوى براسه خير. فهو يدعو ويدعو ويتوسل بموسى. قال الأرض ابتلعيه، ابتلعته إلى صدره، وهو يتوسل بموسى ينادي يا موسى يا موسى يا موسى ارحمني، اعف عني، سامحني، اغفر لي. موسى من العصبية مرة ثالثة أمر الأرض فابتلعته جميعا، ابتلعت. هذا الإنسان اللي يعصي الله، الإنسان الذي يرتكب المعاصي، الإنسان الذي يعلن الحرب مع الله، تلعب دومنة وطاولي وقمار وتسمع أغاني، في ذيك اللحظة يمكن يأتيك ملك الموت يأخذ روحك وأنت ترتكب الحرام. دير بالك، دير بالك. اتعظ يا ابن آدم، أصدقاء السوء ابتعد عنهم. فابتلعته الأرض. طبعا هو موسى نزل عليه جبرائيل قال موسى ربنا يقول ما أجفاك، ما أجفاك. شقد أنت قاسي، شقد عندك جفاء، مع أنه هذا قارون أعلن الحرب على الله، لم يطع رب العالمين واتهم حجة الله، وابتلعته الأرض بأمر من الله تبارك وتعالى. قال يا موسى ما أجفاك، الله يقول أن قارون ناداك 70 مرة يا موسى ولم تجبه، ولو ناداني مرة واحدة يا الله لأجبته. 70 مرة صاح يا موسى، أنت ما استجابت إليه، ولكن إذا كان مناديني مرة واحدة، مرة واحدة إذا كان قايل يا الله لأجبته. هذه رحمة رب العالمين. ولكن لا تستغل الرحمة. لما نشوف الله أرحم الراحمين مو معنى ذلك أنه أقترف الذنوب وأتجاهر بالمعصية. إذا كل واحد من عندنا يسكت عن أهل المعاصي، وأهل المعاصي ينتشرون في كل مكان، المعصية تصير في كل مكان، الإنسان بعد ما له قيمة، المؤمن ما له قيمة، يصير أهل المعاصي يحكمون ويتجولون في كل مكان، ولا قيمة للمؤمن أبدا. لذلك الإمام المهدي لما يظهر لا يضع مجالا لأهل المعصية. هذا اللي يريد يعصي الله، هذا اللي يريد يتجاهر بالمعصية، هذا اللي يريد يوم بعد ماكو ذاك الوقت قهاوي تلعب دومنا وطاولي، ماكو بعد يسوون أعراس بيها غناء، ماكو أماكن بيها إعلان المعصية على الله تبارك وتعالى. صاحب الزمان يقطعهم عن بكرة أبيهم. الإمام المهدي حجة الله، انتهى دور الإعلان والناس اللي يتجاهرون بالمعصية. لذلك تلاحظ الإمام سلام الله عليه بقى فترة، هذه الفترة كلها في ابتلاء للشيعة. الشيعة في أزمنة متعددة مروا بابتلاءات شديدة. هذا قارون ابتلاء، والناس الموجودين يشوفون هذا الابتلاء، ولكن شنو موقفهم مع هذا الابتلاء الذي يأتي من قبل الله تبارك وتعالى؟ أنت الإنسان المؤمن ذاك اليوم يجي الإمام المهدي ويسألك ويطلب من عندك طلب، أنت مهيأ؟
مستعدة أن تستجيب للإمام المهدي كل ما يطلب الإمام؟ مستعدين احنا مهيئين نفسنا إلى تلك اللحظة؟ وحتى تشوف الإمام المهدي كم هو تحمل من الأذى والمصائب، إيش كثر ابتلاءات اجت على الإمام المهدي سلام الله عليه. ما زالت عندنا ناس يحاربون الإمام المهدي بوسائل متعددة. شايفين يتكلمون عن موضوع السرداب، يستهزئون بالشيعة أن إمامهم غاب بالسرداب. من قال لكم الإمام غاب بالسرداب؟ هذا السرداب اللي في سامراء شنو هذا المكان؟ سرداب الغيبة؟ أبدا مو سرداب الغيبة، هذا سرداب اللي في سامراء هو بيت الإمام الهادي، بيت الإمام العسكري، بيت الإمام المهدي. بيوت العراق أيام الصيف كان الناس يحفرون سرداب، قبو يحفرون سرداب. لماذا؟ من الحرارة الشديدة اللي موجودة. بيت الإمام الهادي والعسكري والإمام المهدي هو هذا المكان اللي سرداب اللي موجود بسامراء، هذا بيت الإمام، مو مكان غيبة الإمام. الإمام ما غاب في ذلك المكان. لذلك إذا ذهبتم إلى سامراء اجعلوا قسطا كبيرا من وقتكم لهذا المكان، خلوا قسط كبير مهم، يعني بهذا المكان روح، أكو هنالك إذن للدخول، أكو زيارة للإمام المهدي. هذه الزيارة مليئة بالدروس العقائدية، دروس متكاملة في العقائد. الإمام تحمل، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ايش كثر تحمل من الآلام، من الضغوط اللي موجودة في غيبة الإمام. لذلك هذا الدرس لازم الكل يتعلمه، أن ولادة الإمام المهدي 15 شعبان ما نحتفل طرب وغناء، مو مكان للصفقة، مو مكان أن نفرح أن الإمام المهدي. الإمام في ألم. بني أمية وبني العباس، بني العباس المعتضد العباسي كان يسعى لاغتيال الإمام، لقتل الإمام، للقضاء على الإمام. الإمام والشيعة كانوا في مرحلة صعبة جدا، وإحنا ما زلنا في صعبة جدا. ولكن البعض من أهل الجهل، بعض الجهلة من بعض الرواديد يحول هذه الأيام إلى أيام طرب وغناء، وهذا من جهلهم، هذا من غبائهم. وما ذول مصيبة الشيعة، هو هذول الإمام المهدي مبتلي بهذول الجهلاء اللي يوم ميلاد الإمام يوم ألم، الإمام غائب، الإمام الطريد اللي احنا طردنا بأعمالنا، الإمام الشريد اللي احنا شردنا بأعمالنا، الإمام الوحيد اللي نحن تركناه وحيدا. تضحك على شنو؟ تصفق على شنو؟ تطرب على شنو؟ على غيبة الإمام، ولادة الإمام. أم الإمام ضربوها، اعتقلوها، سجنوها، الإمام في غيبة، الأعداء يتربصون بالإمام، وأنتم ترقصون على جراحنا من جهلكم. هذا الجهل. لذلك حاولوا اعتقال الإمام المعتضد العباسي. 18 شهر قعد في سامراء، جعل سامراء 18 شهر عاصمة للحكم العباسي. بعد 18 شهر حولوها إلى بغداد. توجه المعتضد العباسي إلى بغداد، عنده 3 أشخاص، واحد من عندهم اسمه رشيق، أعطاه مسؤولية اغتيال الإمام المهدي. هذولا أعطاه مسؤولية سرية أن لا يطلع على ذلك أحد. أي إنسان لازم ما يكون عنده علم، وما حد ما يكون عنده خبر أنه هنالك مسؤولية، وهي اغتيال الإمام المهدي سلام الله عليه. المعتضد العباسي جمع 3، وواحد من عندهم اسمه رشيق، قال لهم تروحون بمهمة سرية إلى سامراء، توصلون إلى سامراء، توصلون إلى الزقاق الفلاني، الطريق الفلاني، تمشون في هذا الطريق إلى أن توصلون إلى باب، على هذا الباب أكو غلام أسود، تقتحمون الدار، تدخلون، المهدي المنتظر موجود هناك، عليكم بقتله. اعطاهم إعاز باغتيال الإمام المهدي. رشيق يقول وصلنا إلى سامراء، مشينا على الأوصاف اللي اعطانا
المعتضد العباسي شلون نوصل للبيت وشنو هي العلامات. فعلا وصلنا للبيت وجدنا غلاما أسود، فسألنا الغلام من هو في هذا البيت؟ قال صاحبها. أكثر من هذه الكلمة ما تكلم الغلام الأسود. قال صاحبها. لمن هذه الدار؟ قال لصاحبها. فدخل، يقول فاقتحموا الدار، طبوا في الدهليز. الدهليز يعني ممر، الكليدور. دخل في الدهليز، يقول دخلنا وصلنا إلى ساحة كبيرة جدا، ساحة كبيرة جدا مليئة بالماء، وآخر الساحة هنالك سجادة على الماء وشخص ذو نور وجلالة ومنزلة وعظمة يصلي على السجادة. يقول كلما نادينا صحنا لم يلتفت إلينا، صحنا نادينا فلان كذا ما التفت إلينا. يقول واحد من اللي وياي راد يجرب، دخل خلى رجله بالماء حتى يروح يعني يعتقل الإمام حسب رأيه هو، وضع رجله في الماء غرق. يقول بصعوبة طلعناه، أغشي عليه ساعة. الثاني أيضا راد يجرب، يريد يروح للإمام يوصل، مساكين أيضا غرق في الماء، أغشي عليه ساعة. يقول شفنا لا، كل الطرق مغلقة، ما نقدر نوصل إلى الإمام المهدي عليه السلام. فرجعنا إلى بغداد. دخلت على المعتضد العباسي، خبرت الخبر، قلت له صارت هذه المعجزة ولم نتمكن أن نصل إليه. قال أخبرتم أحد؟ قال لا. قال احذروا أن لا تخبروا أحدا بذلك، هذا سر. هذه أول عملية اغتيال للإمام لم تنجح. العملية الثانية لاغتيال الإمام المهدي سلام الله عليه، أيضا المعتضد العباسي وجه مجموعة من الجيش، وجه جيشا لاعتقال شخص واحد. المشكلة الناس، المشكلة ما يعرف الإمام، ما يدري أن هذا الإمام مسدد من السماء، أن هذا الإمام مسدد من الغيب، أن الوصول إلى الإمام ليس من الأمر الهين. فجاء بالجيش، اجوا وقفوا عند هذا السرداب اللي هو بيت الإمام المهدي، وسمعوا صوت قراءة القرآن. عرفوا الإمام المهدي وين؟ داخل هذا البيت تحت موجود. اجا قائد الجيش ومجموعة من الشرطة وقفوا على الباب ينتظرون الإمام المهدي يطلع، حتى إذا طلع الإمام المهدي يعتقلون الإمام ويأخذون به إلى بغداد إلى المعتضد العباسي. وقفوا هناك. بعد فترة من الزمن طلع الإمام المهدي، طلع الإمام المهدي وأعضاء الجيش كلهم ينظرون إليه، خرج وذهب. بعد ساعة اجى هذا القائد الجيش قال لهم ها ما طلع؟ ما طلع بعد شو ما طلع الآن؟ قالوا له طلع. قال لهم ايش وقت طلع؟ أنا واقف كلكم واقفين، ليش ما كلمتوني؟ قالوا هو طلع أمامك، أنت موجود، أنت ما تكلمت بشيء، احنا ما تكلمنا، شلون تخلوه يطلع؟ فأرادوا اغتيال الإمام. أيضا هذه محاولة ثانية لاغتيال الإمام المهدي، فشلوا في هذه المحاولة. فإذا الإمام المهدي اقروا بالتاريخ، اقروا. أنا أتمنى أنه خدام الإمام الحسين وسيما إخوان الرواديد يقرأ كتب شوية، حتى الشعر اللي يقرأه في الإمام الحسين وفي أهل البيت بميزان. مو كل شاعر كتب أي كلام أجي أنا أقرأ على المنبر ويجي ذولا مجموعة من الشباب ما عنده علم ما عنده معرفة يصيح الله الله بس، هذا هو ما يدرك شنو قاعد يقول. مهم جدا خادم الإمام الحسين يكون عنده علم، يكون عنده معرفة. وحتى الشاعر لما يكتب شيئا في الإمام يعرف أنه هذا الشعر يليق بحق الإمام الحسين، لا يسوي لنا إشكالية، لا يسوي ترى الإمام المعصوم إلى منزله ومكانه. مو أي إنسان يتمكن يكتب في الإمام، مو كل صفة نقدر نوصفها للإمام، بها موازين. أهل البيت ربونا على احترام هذه الموازين، ولكن الإنسان اللي ما يحترم هذه الموازين يجعل أهل البيت في مكانه، يدخل الألم على قلب الإمام المهدي، يؤذي الإمام المهدي بهذه الكلمات. وهذه مسؤولية، هذه مسؤولية. الإمام أمير المؤمنين
شو نتحمل من هؤلاء الناس؟ شلون؟ شنو صار على علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب ماذا قال رسول الله؟ يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك مقالة لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك. علي بن أبي طالب بهذه المنزلة والمكانة كان يأخذون التراب من تحت قدمه. شنو اللي صار؟ علي أمير المؤمنين يمرون من عند الإمام ما يسلمون على الإمام، وإذا سلم عليهم لا يردون السلام، بل أكثر من ذلك جاءوا واعتدوا على دار أمير المؤمنين. لما جاء أبو بكر يطلب البيعة من علي أمير المؤمنين استغرب، شنو هذا الاعتداء؟ الخلافة لعلي أمير المؤمنين، أنتم عملتوا مؤامرة في سقيفة بني ساعدة، عملتوا مؤامرة مع المهاجرين والأنصار، واغتصبتوا الخلافة من علي أمير المؤمنين، تجي تطلب من علي بن أبي طالب أن يبايعك وأنت بايعت علي بن أبي طالب في غدير خم. ألم تقل أنت، ألم يقل عمر لولا علي لهلك عمر؟ ألم تقل بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة؟ ما قلت هذا الكلام؟ مو بايعت علي بن أبي طالب في خوم أمام جميع الناس؟ شنو اللي صار؟ ماذا تريدون من أمير المؤمنين؟ أنتم ارتكبتوا هذه المؤامرة وسرقتم الخلافة، خلوكم. ولكن اجى يضغط، لازم علي بن أبي طالب تطلعوه من الدار. زين الدار وين؟ هو في داره، في دار فاطمة، ومعه سلمان ومعه المقداد، وفي بعض الروايات معه طلحة والزبير، موجودين في دار أمير المؤمنين، وإجوا وهددوا بالنار، بالضرب، بالقمع، بالتهديد، يأخذون أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلي بن أبي طالب في داخل الدار. لذلك تشوف أمير المؤمنين لماذا كان يدعو متى يأتي من يخضب هذه يشير إلى لحيته الشريفة من هذه. أمير المؤمنين يدعو على نفسه من هؤلاء القوم، هؤلاء الناس اللي ما عرفوا أمير المؤمنين، ما قدروا علي بن أبي طالب، أجروا على أمير المؤمنين هذه المصائب، هذه المحن. شنو ما سووا بأمير المؤمنين؟ وهكذا ماذا أجروا على امرأته فاطمة الزهراء؟ تصور هذا أمر هين، أن أمير المؤمنين ينظر إلى فاطمة ترحل من الدنيا، وعند هؤلاء الأيتام يأخذ فاطمة ويشيعها سرا وليلا ويدفنها سرا. تصور هذا أمر هين على أمير المؤمنين، ساعد الله قلبك. لذلك لما تقرأ الزيارة شو تقول بالزيارة؟ السلام عليك يا أول مظلوم. إذا ليل نهار بكينا على مظلومية أمير المؤمنين ترى ما عملنا شيء، ما أديت شيئا من مظلومية علي بن أبي طالب. إذا تجلس إحنا بس نقرأ جانب الشجاعة لعلي، انظر إلى مظلومية الإمام، ماذا جرى على الظلم على أمير المؤمنين. المصائب اللي جرت على علي بن أبي طالب لا هي مصيبة ولا هي مصيبتين، مصائب لا تعد ولا تحصى جرت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأمير المؤمنين يصبر ويصبر ويصبر، لأن الرسول جمع علي بن أبي طالب مع فاطمة وأخبره بماذا سيجري عليه وعلى فاطمة، وهو يقول أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. جبرائيل يريد العهد من علي أنه يصبر ويصبر، حتى أخذ امرأته المظلومة ودفنها سرا، أخذ هذه الوديعة دفنها سرا. ماذا قال؟ قال يا رسول الله هذه فاطمة، هذه وديعتك، لأن الإمام لما تزوج من فاطمة
فاطمة رسول الله وضع يد فاطمة في يد علي وقال: يا علي، فاطمة ابنتي وديعة الله عندك. لما أرجعها وكانت في الجنازة قال: هذه وديعتك يا رسول الله، ولكن أقول يا أمير المؤمنين، يوم اللي الرسول أعطاك فاطمة لم تكن مكسورة الظل، ما أسقطوا جنينها، ما كسروا ضلعها، ما ضربوها، ولكن الآن ضربوها مكسورة الضلع فاطمة. أي وديعة رجعت يا أمير المؤمنين. لذلك أمير المؤمنين إذا جن الليل كان يأتي عند قبر فاطمة ويقرأ القرآن عندها. في إحدى الليالي بينما كان أمير المؤمنين يقرأ القرآن عند قبر فاطمة، وإذا به غفى ونام على قبرها، رأى مولاتي الزهراء في عالم الرؤيا. قالت له: يا علي، لماذا أنت نائم؟ ليش نائم على قبري يا علي؟ قال: يا بنت رسول الله، أنت أمرتيني أن أقرأ القرآن على قبرك، قلت يا علي إذا مت فاقرأ القرآن على قبري. قالت: بلى يا علي، أنا قلت أن تقرأ القرآن على قبري، ولكن ابنتي زينب جلست من النوم، الآن هي جلست، لا أنت في الدار ولا أنا في الدار. لذلك قام أمير المؤمنين رجع إلى الدار. ما أن فتح الدار وجد زينب واقفة بباب الدار. قالت: أبا، أين كنت يا أبا؟ قال: بني زينب، كنت عند قبر أمك فاطمة. قالت: أبا، لماذا لم تأخذني إلى قبر أمي؟ أبا، أنا مشتاق إلى أمي. تقول ولي يما يما الدنيا من عقبك غريبة، يما الدنيا من عقبك يتيمة، يما أنا زينب عد من تخليني. يلا ويا سيدة زينب. يما أنا زينب عد من تخليني، وحدي بظلام الليل يا زهرة عيوني. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا مولاتي يا فاطمة، ما تحملت زينب تجلس من النوم ولا تراك أنت وعلي أمير المؤمنين في داخل الدار. سيدتي يا فاطمة، أين أنت في كربلاء؟ عن زينب لما نظرت إلى جسد أخيها من دون رأس، رأسه على الرمح، نادت: وحسينا، أناديك ما يشجي لك نداي، أو ما تسمع عتابي ونخواي، المن بعد يا حسين شجواي. أنا ظن انقطاع
وانقطع رجواي وظليت عقبك تايه الراي. شتهيس حجيل بونتك هاي. شي يقول لها زينب؟ يقولها لضهدن السهم بحشاي يا زينب، يقولها لضهدن السهم بحشاي. وسمعت المصوب ينسجي ماي، والماي وين ابو اليتعداي؟ والماي وين ابو اليتعداي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر يا كاشف السوء، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا، وفقنا لنيل رضاه، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضانا. اللهم من على جميع المرضى بحق مولانا زين العابدين بالشفاء والعافية. اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تحرمنا من مجالس الحسين، لا تحرمنا من مواكب الحسين، لا تحرمنا من زيارة الحسين، لا تحرمنا من خدمة زوار الحسين. اجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة يا كريم يا الله. تقبل منا هذا القليل 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 بأحسن قبولك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. 3 مرات. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. إلى أمواتكم، إلى خدمة الحسين، إلى أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.